السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وفيديو جديد. صلوا بينا على النبي وانزلوا اشتركوا في القناة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس، وبينا على موضوع النهاردة. في وسط ما مانشستر يونايتد بيخسر من أرسنال 3-1 في ملعب الاتحاد، وسط مباراة درامية كبيرة جدا انتهت آخر بتحقيق أرسنال المكسب اللي هم عايزينه. بعدها ظهر حدثين أو ثلاثة. أول حاجة اللي أنا شايفها مفيدة جدا هو التعاقد مع سفيان مرابط، اللاعب المغربي وفيورتينا الإيطالي السابق، اللاعب اللي قدم أداء عالمي ومنتهى الروعة والمتعة والجمال في كأس العالم الماضي اللي هو قطر. الراجل دوت انهالت عليه العروض بشكل مفاجئ وكبير جدا. برشلونة كان داخل في الصفقة بشكل كبير، بس اعتقد ان برشلونة انسحب عشان خاطر الاحوال الاوضاع المادية عنده، ان هو بيفضل ان هو ما يصرفش او ما يصرفش كتير على اللعيبة، وبسبب برضو المشاكل مع رابطة الأندية والاتحاد الأسباني والكلام ده كله. فالراجل اختار في الآخر مانشستر يونايتد، ووكيله طلع قال على الانستجرام ان هو ده كان حلمه، وان هو كان مستني اللحظة اللي يحقق فيها حلمه، وان وكيله بيقول ان انا كنت معاه من 15 سنة وانه مستني اللحظة دي من زمان، إشارة إلى مانشستر يونايتد. القيمة الفنية لمرابط في مانشستر كبيرة جدا. أتمنى إن يتم استغلالها، أتمنى إن أشوف مرابط أساسي جنب كاسيميرو، وأخلي كاسيميرو بقى يفوق ويعرف يعمل لي الزيادات ويشوط من بره المنطقة، وأثبت مرابط عندي في الشق الدفاعي. مش ناقصة فهلوة، العملية سهلة جدا. مرابط جه مانشستر حل مشاكل كتير جدا في نص الملعب، ادى لبرونو فرنانديز اريحيه في خط الهجوم، بحيث ان هو يعمل الزيادات الهجوميه اللي تساعد فريقه وتساعد انه يصنع هجمات بقى للاعيبه الهجوميه اللي معاه، وتشوف مانشستر بشكل تاني. وجود مرابط في مانشستر مكسب كبير، وهيحل مشاكل كبير جدا جدا جدا، وهيفوق لعيبه كتير. في نفس النقطه بتاعت مانشستر احنا قلنا فيه موضوعين او ثلاثه. تاني موضوع وهو موضوع أنتوني والمشكلة اللي مع صديقته. لسه مانشستر ما خلصتش من مشكلة جرينوود مع صديقته اللي اتهمته فيها بالاغتصاب، والقضاء الإنجليزي طلع برأ الراجل والمشكلة خلصت، والنادي استغنى عن جرينوود بشكل مش فاهم كان عايزين ايه بالظبط او ليه بيعملوا كده، مع انهم كانوا متمسكين بالراجل اثناء فترة المحاكمة والقضية والكلام ده كله. ظهرت مشكلة لأنتوني مع صديقته اللي هما على علاقة حوالي سنتين، واللي صديقته اللي هي كانت مؤسسة أعمال بصرية وشغالة في الموسيقى والكلام ده كله، واتهمته صديقته إن هو تم الاعتداء عليها من قبل أنتوني 3 مرات. مرة منهم خبطها في صدرها، ومرة قفشها في كباريه هو كان سهران فيه، وهو راح لقاها داخله عليه، فراح جاي مسكها خابطها في العربيه، وكان عايز يهددها انها يرميها من العربيه وهي ماشيه. مره تانية دخل معاها الفندق بعد ليله واحده من فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي 2-1، بتقول ان هو خبطها بالازاز وفتح لها راسها ومش عارف ولا عمل لها حاجه في صباعها لدرجه ان عظم الصباع بتاعها بان، والقصص دي كلها. انطوني وكذب الكلام ده كله، انا ما عملتش كده، وان ده كله كذب، مع ان البت ماسكه عليه رسائل واتساب، يعني معاها الدليل اللي بتقول بيه الكلام ده، وودته المحكمه. بناء عليه يا عم انطوني، ما انت استبعدوك من الماتشين الوديين بتاع تصفيات البرازيل. فالدنيا مع الناس دي يعني كل ما الواحد بيشوف القصص دي والله العظيم 3 بيقول الحمد لله على نعمه الاسلام اللي هو فيها، والحمد لله ان الواحد اتولد وهو مسلم، حتى ما يعني ما راحش للناس دي وعاش وسطهم. يعني الواحد لما بيشوف حاجه زي دي بحمد ربنا 1000 مره على نعمه الاسلام اللي احنا اتحطينا فيها.
فنرجع بقى لموضوعنا ونشوف النادي كمان لما تحط له مشكله زي دي كمان عليه، تمام، هتشوف هيعمل بيها ايه او هيتصرف فيها ازاي مع انطوني. مع اني اعتقد ان انطوني النادي هيقف جنبه باوامر من تنهاج، لان تنهاج هو اللي جابه من اياكس والقصص دي كلها اللي احنا عارفينها، وطلع تنهاج في الاخر بيحبه وبيقرا زي المدربين اللي عندنا. زي المشكله بتاعت سانشو، انت دلوقتي خارج خسران من ماتش ارسنال، فالصحفي او الصحافه بتسالك عن سانشو هو فين، فتروح تقول لهم اصل انا شايفه ما بيتدربش كويس ومقصر، وتدخل نفسك في متاهات مع الصحافه ومشاكل مع الصحافه. المفروض الواحد وهو خسران بيحاول يعمل كده كنترول على كل تصريحاته وكنترول على لعيبته ويقفل الدنيا عليهم، تمام، ما يطلعش يسلم لعيبه عنده. انت واحد سانشو بيسالك قول له يا عم غايب زي اي لعيب، ولا هو كمان برضه مش جاي على هواك. في المقابل بعدها بيوم سانشو طلع، تمام، بيان صحفي كده قال لك ان كل ده كذب، وانا بتدرب بشكل كويس وجاي عشان العب كوره، وحلمي ان انا ما يتأثر، وحلمي ان انا انضم للمنتخب، وان بخاف من استبعادي من الماتشات على عدم انضمامي للمنتخب. يعني الراجل طلع كذابك. لحد الان انا حاسس ان تنهاج مش عارف يتعامل مع حجم الضغوطات اللي بتواجهه في مانشستر، وهتبقى مشكله كبيره بالنسبه له لو هو جاي مانشستر مش عارف ان مانشستر اصلا خرابه، وان في مدربين اكبر منه بكتير جدا قبله، تمام، ما وافقوش او ما عرفوش ينجحوا مع مانشستر. فتنهاج اللي انا شايفه منه ان هو لحد الان مش عارف يتعامل مع مانشستر ومع الصحافه الانجليزيه، لان الصحافه الانجليزيه بتضغط على سواء على اللعيب او على المدرب بشكل كبير جدا. فلازم يفوق، ولازم يعرف بتصريحاته رايحه فين وجايه منين، ولازم يبقى دقيق في كل كلمه بيقولها، لان انت لحد الان معمول عليك سبوت. انت لحد الان من 4 ماتشات كسبان ماتشين وخسران ماتشين، يعني خسرت من توتنهام، تمام، وخسرت من ارسنال، ولسه في ليفربول، ولسه في نيوكاسل، لسه في مانشستر سيتي، لسه في تشيلسي، لا تشيلسي صحيح تعبان تمام، فلسه في. انت تخلي بالك من تصريحاتك، ما ينفعش ان انت في وقت خسارتك تطلع تسلم لعيب ليك علشان تشيل الضغط من عليك. الله يمسيه بالخير زيدان، تمام، كان دايما هو حاطط نفسه قدام الصحافه، مطلع اللعيبه اصلا بره حوارات الصحافه، وكان هو المتصدر للمشهد. اتعلم من عمك حاجه، تمام، بس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم زي كل مره، واتمنى ان انتوا تدعموني، ان تنزلوا تشتركوا في القناه بقى وتفعلوا زر الجرس وتضغط على اللايك الرايق يا رايق منك ليه. سلام.